طبعا انا بقالي اسبوع بيطلع لي فيديوهات للراجل ده، وبلاقي حواليها جدل، ولقيت ناس كتيرة بتعمل ريبلايز وبترد عليه، فقلت اخش اشوف هو بيتكلم في ايه. فاول ما فتحت طلع لي الفيديو ده. طيب هو الفيديو ده بيتكلم على ان السلفيين بيقولوا ان ترند الكركم حرام، وان شكله بيبقى بيمثل تراب الاساطير بتاعت زمان، ومش عارف تحضير ارواح ايه. وقالوا ان ده كان بيستخدموه في كرتون اسمه تنة ورنة، وده كرتون فيه شركة مش عارف مين الشيخ اللي عمل كل ده. وده اللي انا بقى اكتشفته لما تابعت بقية فيديوهاته اللي بيبقى ليها علاقة بالدين. هو اللي بيبرز القضية اللي مش موجودة، وبيطلع يرد على الناس اللي ما اتكلموش، ويقول رأيه حوالين الجدل اللي تم إثارته، اللي هو اللي أثاره. يعني هو بيبقى بيعمل كل حاجة لوحده. يعني أنا طبعا أول ما شفت ده قعدت أدور وقعدت أسأل، وطبعا كان شكلي عبيط، يعني الناس قعدت تضحك عليا كل ما حد أقول له هو في شيوخ حرموا ترند الكركم. يعني حسيت إن أنا تافه، ان هو سحلني ان انا قعدت انفستيجيت في الموضوع واسال، وان انا ابقى واحد عندي 36 سنه اروح لاصحابي اقول لهم هو في شيخ قال ترند الكركم حرام. يعني طبعا كل بعض يضحكوا عليا. فدي اول حاجه. هو بيعتمد على ايه الخلاصه، وخصوصا في فيديوهاته الدينيه؟ هو بيعتمد على حته الناس اللي عندها بريسيفد نوشن تجاه ستيريوتايب معين، ان انت عندك شعور معين تجاه ناس انت مش بتحبها، فهتميل ان انت تصدق ده. ولو ما صدقتوش هتقوم داخل في حته ايه، يا عم ما هو اتكلموا في اتفه من ده، يا عم مش بعيده عليهم يقولوا كده. لا، ما تبيعليش حاجه مش موجوده على فرضيه ان اصل هم متشددين فدي تطلع منهم. يا عم هم سابوا اي حاجه حلال، ما هو بيحرموا كل حاجه فتطلع منهم. لا، ما تشتغلنيش. فطبعا ما فيش حد قال الكلام ده. واهم حاجه ما تخلوش يا جماعه حد زي ما بقول لكم يبيع لكم اي كلام ويعتمد على فرضيه ان انت هم يا عم متعصبين. انت شايفهم متعصبين، وشايف ان يا عم في حاجات غلط الشيوخ بيقولوها في الدين، وبيحللوا وبيحرموا حاجات حلال كل ده انت حر في رايك، انا مش راجل دين. لكن نرجع لحته بقى التوبيك نفسها. في سلفيين حرموا تند لا، لا، ما فيش حد قال حاجه. بس زي بقول لك هو بيلعب على حته، زي ما انت كده ممكن تخش دلوقتي في كومنتس تقول لي يا عم ده انا ممكن اجيب لك فيديوهات اتكلموا في حاجات اتفه من دي. حلو، برافو عليك، لكن ما اتكلموش في دي برضه، فانت كذاب من الاخر. هتقول لي يعني يا عم هم بعيد عليهم، ده احنا شفنا حاجات تموت او روح الواحد من الضحك. حلو، بس ده ما جابش ضحك عشان ده ما اتقالش. ممكن يقولوا قالوا حاجات مضحكه اكتر من دي، انت حر في رايك. فما تخلوش حد بس ايه يستغل ان انتوا ممكن تتوقعوا حاجه من فئه معينه ويبيع لك اي كلام.